ده اوريكم بقى الصابون جرين واي. ده النوع اللي هو الزيرو بدون ريحة. تمام. مغلفة تماما اهي، بتيجي مغلفة كده. 125 جرام جرين واي. اوكي. هفتحها دلوقتي واوريكم بقى هننضف الفوطة دي ازاي. دي ممسوح بيها حاجات بشعة، يعني زي ما انتوا شايفين ده منظر الفوطة دي القديمة اللي انا بنضف بيها الحاجات، وبعد كده بغسل بالفوطة التانية. المهم يعني ان الفوطة دي مش نضيفة خالص. هنشوف دلوقتي هنضف بالصابونة بتاعت جرين واي وايه اللي هيحصل. ده شكل الصابونة. تمام. هبتدي دلوقتي انضف الفوطة بيها بالمية الدافية، بس مش عارفة اصور، بس هديها لعبة كده وارجع لكم تاني. انا يا دوب رغيت الصابونة بس على الفوطة. تمام. لسه ما دعكتهاش، انا بس قلت اوريكم بترغي حلوه قوي للناس اللي كانت مفتقده الرغوه وبتقول ازاي مش عارفه مش متعوده ان انا ارغي من غير اغسل من غير الصابون. فالصابونه هي بترغي حلو قوي. بصوا انا لسه ما غسلتش ولا دعكت. بصوا بتنزل ميه بالصابون مش نظيفه ازاي، بتدوب الاوساخ اللي فيها. ابتدت تنضف من غير ما ادعكها اصلا. هدعكها دلوقتي واوريكم بعد الدعكه عامله ازاي. بصوا انا دلوقتي دعكتها، مخدتش مني حاجه، مفيش نص دقيقه يعني دعك. اشطفها اصلا. بصوا الميه بتاعت الصابون نازله عامله ازاي، نضفت الفوله جدا، حلوه جدا. يا دوب انا بصوا المنظر. بصوا الفوطه اللي كانت شكلها بشع وفيها بقع من البوتاجاز ومن الطبيخ دلوقتي نطفت يعني. الصابون حلو قوي. كل البيانات مكتوبه على العلبه من ورا. اخيرا يعني صابون جرين واي بقى في مصر، يعني بجد انا سعيده جدا بالصابون ده. الفوطه نطفت خالص بأقل مجهود والله.